تخيلي تعيشين في بيتك 38 سنة وبعدها تكتشفين إن أختك مقتولة ومدفونة تحت بلاط غرفة نومك، واللي قاتلها هو زوجك أبو عيالك اللي يضحك معك كل يوم. حياكم الله. قصتنا اليوم أغرب من الخيال، وهي من أبشع جرائم الغيلة اللي شهدتها المحاكم السعودية. وقبل نبدأ لا تنسون الاشتراك ودعم القناة، الله يسعدكم. القصة صارت قبل أكثر من 40 سنة، وكانت وقتها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. في إحدى المحافظات السعودية كان في رجل سعودي اسمه سعد في العشرينات من عمره، يعيش مع أهله بين أفراد قريته. كان موظف بسيط في إحدى الجهات بنفس قريته، وكان مع أسرته مهتم بتربية الأغنام والإبل. أحوالهم المادية كانت ميسورة، وكان سعد شاب غريب في علاقته مع جماعته وأصدقائه، ويحب الانطواء والخروج لحاله، وكان يغيب أيام كثيرة بدون أحد يعرف عنه شيء. والدته كانت خايفة عليه وهو بهالسن، وقررت تخطب له واحدة من قريباتهم. وجلست معاه في أحد الأيام وقالت له: يا سعد، تراني خطبت لك حصة بنت عمك عبد الله، والحمد لله وافقوا ورحبوا. قال لها: يما أنا مشغول الحين أكون نفسي، ماني مستعجل على الزواج. أمه بصوت هادي قالت: حصة بتخلص الثانوي هالسنة وما راح نلاقي أحسن منها، وأنا خلاص أعطيت الناس كلمة. قال: يما أنا حتى المهر ما أقدر أدفعه. ردت أم عمك مفلح شارينا، والمهر اللي طلبوه 1000 ريال بس، والبيت أنا بجهزه لك. سعد ما حب يكدر خاطر أمه، ووافقوا. بعدها أم سعد اتصلت على أهل البنت وبلغتهم إنها تبغى الزواج يتم بسرعة في إجازة الصيف. أم سعد كانت حريصة وبدأت في ترتيبات الزواج، وفعلا تزوج سعد من حصة وسكن في بيت قريب من أهله. عاش سعد مع زوجته حياة طبيعية عادية، ما كان فيها حب، واستمر بنفس طريقة حياته السابقة، يقضي أوقات طويلة مع الإبل ويسافر أيام خارج المحافظة اللي يعيشون فيها. زوجته كانت تتجنب النقاش معه لأنه كان عصبي ولا يحب ياخذ ويعطي في الكلام، وكان يعاملها بقسوة وأحيانا يمد يده عليها. وفي أحد الأيام وهم في بيتهم يتعشون، قامت حصة تحاول تشغل التلفزيون. قال لها سعد: لا تخربينه، ترى أغلى منك. حصة حست بالإهانة ودخلت غرفتها تبكي، وزوجها ساكت ما تحرك من مكانه. وبعدها دخل الغرفة وطلع شنطته وفتح الدولاب ياخذ ملابس. قالت له: وين بتروح؟ رجع عندها بسرعة وضربها كف على وجهها، وقال لها: لو باقي سألتيني مرة ثانية وين أروح تراك طالق بالثلاث. اليوم الثاني راحت تزور أهلها كالعادة، ولاحظ أخوها أثر الضربة في وجهها، وسألها: إيش اللي في وجهك؟ حصة متمالكت نفسها وانفجرت تبكي بدون ما تقول شيء. أخوها حس إن الكدمة اللي في وجهها بسبب زوجها، بس ما حب يتعاطف معاها، خصوصا إن سعد صديقه من جماعته، وقال لها: اسمعي، مهما صار الحرمة لازم تصبر على زوجها، وترى الرجال ما يسوي شيء إلا إذا كنت غلطتي عليه. بعدها بكم يوم رجع سعد للبيت، وكانت العلاقة متوترة مع زوجته، والخلافات الزوجية تزيد كل يوم. اليوم الثاني في الصباح قام سعد وجهز أغراضه للسفر، وقال لزوجته: أنا بطلع عند الإبل. سألته حصة متى ترجع، عشان إذا بتتأخر أروح عند أهلي لين ترجع. انفجر سعد من الغضب من كلامها، وراح المطبخ بأقصى سرعة وأخذ سكين من الدولاب وراح لها في غرفة نومها وذبحها. من هول الموقف ما كان يعرف وش بيسوي بعدها، وجلس في البيت يفكر كيف بيتصرف. وبعدها قرر يكمل جريمته البشعة، ونزع الستارة اللي في الغرفة، ثم حط الجثة ولفها. خاف يطلع فيها بالسيارة، وبعدين جته الفكرة يدفنها في البيت، وفعلا جاب العدة للحفر وراح لزاوية غرفة النوم وقام يكسر البلاط، ثم حفر حفرة كبيرة عمقها 50 سنتي وطولها 2 متر، ودفنها، ثم جاب اسمنت وغطى الحفرة كاملة، ورجع نام. واليوم الثاني في الصباح قام يكمل محاولته لإخفاء الجريمة، وأخذ البطانية والملابس اللي عليها آثار الدم إلى حوش بيته، ثم أحرقها ورجع لغرفة النوم. بعد ما جف الإسمنت غطاها بالموكيت، وبعد ما تأكد من كل شيء
شغل سيارته وطلع البر عند الإبل، وجلس 10 أيام خارج ديرته. أهل الحصة فقدوا بنتهم وراحوا أكثر من مرة لبيتها، بس ما كان في أحد في البيت. وأم حصة كانت خايفة لأن بنتها ما عمرها سافرت مع زوجها كل هذا الوقت. في ذيك الأيام ما كان في جوال ولا أي وسيلة اتصال. أخو حصة قال لأمه: أنتي ليش مكبر الموضوع؟ ترى حصة معاها رجال كفو، وأكيد إنهم سافروا كم يوم وراجعين. أم حصة قالت: مستحيل بنتي تسافر وما تعطيني خبر، وبعدين من متى زوجها ياخذها معاه في السفر؟ حاول يا ولدي تسأل عنه إذا أحد شافهم بس يطمنون عليهم. أخو حصة قال: ابشري بس تصبري 2-3 وإن شاء الله بيرجعون. اليوم الثاني جاء سعد وراح البيت أهل زوجته، ودخل عندهم في المجلس وقال: أبغى عمي مفلح على انفراد. كان منظر سعد حزين وباين عليه إنه متأثر. قال لعمه: أنا بصارحكم بشيء ما كنتوا تعرفونه، وأنا طول هالسنين كاتمه في صدري. حصة كانت مريضة بورم سرطاني وما بقينا مكان إلا رحناه عشان نعالجها، لكن حيل الله أقوى. سافرنا منطقة بعيدة عند طبيب يعالج هذه الحالات، لكنها توفت الله يرحمها، وصلينا عليها ودفناها هناك. أم حصة كانت واقفة عند باب المجلس تسمع كلامهم وما قدرت تتحمل. دخلت عليهم قالت: بنتي ما عمرها اشتكت من شيء، بعدين ليش ما نقلتها هنا ندفنها ونصلي عليها؟ أبو حصة رد بصوت عالي: خلاص البنت توفت الله يرحمها، وإكرام الميت دفنه، وأكيد ما علمتنا بمرضها لأنها ما حبت تضايقنا. سعد قال: هذا قضاء الله وقدر الله يرحمها، وعظم الله أجركم، أنا استأذنكم. راح سعد لأمه بلغها إن زوجته توفت، وطلب منها تخطب له أختها. الأم قالت: طيب يا ولدي بس خلنا نصبر كم شهر، لأن بنتهم توها ماتت والحين عندهم عزا، كان الله في عونهم. سعد كان مصمم إنه يخطب أختها على طول، لأنه كان يبغى يبعد الشكوك عنه وما يخلي أهله يفكرون في اختفاء بنتهم الغريب. سعد كلم أخوها اليوم الثاني وخطب أختها هيا. أم حصة ما كانت موافقة، لكن أبوها وأخوها وافقوا وقالوا: الرجال كفو. صبر على حصة في مرضها وكتم سرها، والحين يبغى الستر ويتزوج من أختها، ليش نرفضه؟ وفعلا بعد فترة قصيرة تزوج هيا الأخت الصغيرة لزوجته المغدورة. مرت الأيام ومرت السنين، وهي عايشة مع زوجها سعد، وتنام فوق جثة أختها حصة في نفس الغرفة وهي ما تدري. وكانت حياتها كلها مشاكل وخلافات زوجية. هي ما كانت مرتاحة لقصة أختها، وفي أحد الأيام سألت زوجها عن اسم المنطقة أو المدينة اللي ماتت فيها حصة. رد عليها سعد بكف على وجهها وضربها وأهانها. وفي اليوم الثاني راح لأخوها وقال لها: ترى بنتكم قليلة أدب وأنا تعبت منها. أخوها قال: تعوذ من الشيطان يا رجال، وخلها عندي أنا بكلمها. سعد جهز شنطته وأخذ ملابسه كالعادة وسافر. هي عاشت مع زوجها 38 سنة، وسعد صار عمره قريب من 70، وأنجبت منه بنين وبنات. في أحد الأيام هي كانت حابة ترمم في البيت وتغير بعض الأثاث القديم، وتعرف إنها لو قالت لزوجها بيرفض. انتظرت لين سافر كالعادة، ثم استغلت الفرصة وغيرت الكنب في الصالة والستائر، وفي غرفة نومها حبت تغير الموكيت. ولما جو العمال ورفعوا الموكيت القديم لاحظوا طرف الغرفة فيه إسمنت مو متساوي مع الأرضية، وبقية الغرفة كلها بلاط إلا الجزء المغطى بالإسمنت. قالت لهم: هاي خلاص كسروا الإسمنت هذا وشيلوا عشان نحط مكانه بلاط. وفعلا بدأ العمال في التكسير، ولما رفعوا الإسمنت كانت الصدمة، وجدوا عظام غريبة وشعر مربوط وجمجمة وتوقفوا عن العمل. قال أحد العمال: لازم تتصلون بالشرطة، العظام هذه شكلها غريب. هيا من هول الصدمة طاحت على الأرض، وعلى طول ربطت اللي شافته بموت أختها وما قدرت تقوم من مكانها. العمال راحوا من البيت وجلست هاي مصدومة، ما هي عارفة كيف تتصرف. فكرت تبلغ أهلها، لكن في الأخير قررت بنفسها تبلغ الشرطة. وفعلا جات الشرطة والبحث الجنائي، وتحفظوا على البيت ومسرح الجريمة، وجمعوا كل العظام والأدلة وصوروا كل شيء. هيا بلغتهم إن أختها كانت متزوجة من سعد من حوالي 40 سنة، وحكت لهم القصة كاملة. المحققين ربطوا الأدلة بأقوال الشهود، وعرفوا إن سعد هو المتهم الأول، وقرروا القبض عليه.
وقتها كان سعد مسافر، ولما رجع عرف إن الشرطة طوقت المنزل وفتشوا البيت، لكنه ما كان مهتم لأن الجريمة مر عليها سنين طويلة وكان يظن إنه ما حد يقدر يكتشفها. تم القبض عليه فورا لاستكمال التحقيقات. سعد كان وقتها رجل طاعن في السن، وأولاده وبناته كلهم كبار، والكل كان في حالة ذهول من أخبار اعتقاله وتوجيه التهمة له. سعد أنكر كل الاتهامات وقال إنه ما يعرف شيء، وإن البيت قديم ويمكن إنه مبني على مقبرة. تم رفع العظام وبقية الأدلة للطب الشرعي، وانتهت إجراءات الفحص، وطالبوا بتنفيذ حكم الإعدام بالجاني وعدم قبول التنازل أو الدية لأن جريمة القتل كانت غيلة. وصرح أحد الأطباء النفسيين إن القاتل شخصية سيكوباتية من النوع الشديد اللي يمارس العنف مع الآخرين، وإن هذا النوع من الناس عنده قدرة عجيبة على خداع الناس بطيبته ويتصنع الكرم والإنسانية إلين يتمكن من ضحيته، وبعدها في أي لحظة يكشف وجهه الحقيقي وما يتردد في القتل أو السرقة. وأضاف الطبيب إن هذه الشخصية السيكوباتية ما عندها أي شعور بالألم أو الندم أو الرحمة، وكان يمارس حياته بشكل طبيعي ويأكل ويشرب وينجب الأولاد من زوجته الجديدة وهو دافن أختها في غرفة نومه. وهذا المجرم كان يضرب زوجته الثانية ويعاملها بقسوة، وكان ممكن يقتلها ويلحقها بأختها في أي لحظة. وفي عام 2022 بعد اكتمال سلسلة من جلسات المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الزوج بجريمة القتل العمد غيلة بحق زوجته. ونظراً لبشاعة الجريمة وظروفها المشددة من غدر وخيانة أمانة وقتل غيلة وإخفاء الجثة لمدة طويلة، قضت المحكمة بالحكم على الجاني بالقتل، ويعتبر هذا الحكم واجب التنفيذ ولا يجوز فيه العفو من أولياء الدم ولا قبول الدية. وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا. وزارة الداخلية لم تعلن عن تنفيذ الحكم، ولكن المتوقع أن يتم التنفيذ وتطبيق العدالة إن لم يكن تم التنفيذ فعلا بعد تصديق الحكم. أحد المحامين السعوديين ذكر في تغريدة بمنصة إكس بأن أخو المجني عليها كان يعرف إن زوجها قتلها، ومع إن كلنا نعرف إن القاتل مصيره يتعاقب طال الزمان أو قصر، لكن يبقى السؤال ليش أخوها ساكت طول هالسنين على هذه الجريمة البشعة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات ولا تنسون الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.